هوليوود كلمة واحدة بس بتفتح في خيالنا عالم كامل من النجوم، الشهرة، والأفلام اللي ما بتتنسى. بس هل فكرنا مرة إن هوليوود ممكن تكون أكتر بكتير من مجرد مصنع أحلام؟ يعني تخيلوا لو كانت حزب سياسي بكل معنى الكلمة. بالظبط كده، ده هو السؤال المحوري اللي راح نحاول نجاوب عليه اليوم. هل هوليوود بكل قوتها وتأثيرها ممكن نعتبرها حزب سياسي فعلا؟ الموضوع ده شيق جدا وخلونا نتعمق فيه سوا. طيب، عشان نقدر نحكم لازم الأول نتفق على تعريف الحزب السياسي. إيه هو الحزب السياسي أصلاً؟ ببساطة شديدة هو مجموعة عندها 3 مهام أساسية. أولاً، بتفرض أفكار وأيديولوجية معينة. ثانياً، بتساعد مرشحين على الفوز بالانتخابات. وثالثاً، بتجمع أموال وتبرعات وتعمل حملات. السؤال الكبير بقى، هل هوليوود بتعمل كل ده؟ ده اللي هنكتشفه. وخريطة الطريق بتاعتنا هتكون كالتالي. هنبدأ برحلة للورا لأصول هوليوود المحافظة وكيف صنعت الحلم الأمريكي. بعدين هنتكلم عن فترة مطاردة الساحرات، ودي كانت نقطة تحول صادمة. بعدها هنشوف إزاي يتولد تمرد جديد في هوليوود، وهنوصل للعصر الحديث ونحلل الآلة السياسية الهائلة اللي بقت عليها هوليوود. وفي الآخر هنختم بمفارقة غريبة ومدهشة جدا، المفارقة الجمهورية. يلا بينا نبدأ بالجزء الأول، صياغة الحلم الأمريكي والأصول المحافظة. أيوة، ممكن ناس كتير تتفاجأ لما تعرف إن بداية هوليوود كانت محافظة تماماً. في أوائل القرن العشرين كانت صناعة السينما لسه في بدايتها، وكان في شخص واحد مسيطر عليها في الساحل الشرقي لأمريكا، وهو توماس إديسون، وده بسبب احتكاره لبراءات الاختراع. عشان يهربوا من السيطرة دي، مجموعة من صناع الأفلام المستقلين قرروا يروحوا أقصى الغرب لكاليفورنيا، وهناك أسسوا استديوهاتهم الخاصة، ومن غير ما يعرفوا كانوا بيطلقوا شرارة صناعة هتغير شكل العالم كله. وهنا بقى تبدأ المفارقة الحقيقية. مين هم مؤسسي هوليوود؟ ناس زي أدولف زوكور، كارل لاملي، لويس بي ماير والإخوة وورنر. كلهم كانوا مهاجرين يهود من أوروبا الوسطى، يعني كانوا مهمشين في المجتمع الأمريكي وقتها، فقرروا يبنوا إمبراطورية خاصة بيهم، إمبراطورية الأحلام دي، عشان يقدروا يصنعوا من خلالها صورة مثالية لأمريكا اللي كانوا بيحلموا بيها. وعشان يثبتوا ولائهم لوطنهم الجديد ويحسوا بالانتماء، المؤسسين دول عملوا حاجة ذكية جدا. ركزوا في أفلامهم على تمجيد القيم الأمريكية المحافظة. والغريب إنهم سابوا الحزب الديمقراطي اللي كان معظم اليهود بيصوتوا له وقتها، وراحوا أعلنوا ولائهم للحزب الجمهوري عشان يكونوا زي النخبة الأمريكية بالضبط. لويس بي ماير اللي كان رئيس استوديو MGM العملاق كان عنده جملة شهيرة بيقولها دايما: لو عايز تبعت رسالة ابعت تلغراف. يعني ظاهريا هوليوود كانت بتقدم ترفيه بس، لكن في الحقيقة أفلامهم وخصوصا أفلام الويسترن كانت بترسم هوية الأمة وقيمها بشكل عميق جدا. نروح دلوقتي للجزء الثاني، مطاردة الساحرات، نقطة التحول الصادمة. كل اللي اتبنى في السنين اللي فاتت دي اتغير تماما في فترة الخمسينيات. عصر المكارثية والخوف من الشيوعية أو الخوف الأحمر كسر النظام القديم في هوليوود وزرع جواها بذور عدم ثقة عميقة جدا تجاه السياسة المحافظة. بسبب الهوس والخوف من النفوذ الشيوعي، تم وضع حوالي 300 فنان في هوليوود على القائمة السوداء، ممثلين، كتاب، مخرجين. حياتهم المهنية اتدمرت حرفيا، وكل ده كان مبني على اتهامات بالتعاطف مع الشيوعية، وفي أغلب الأحيان من غير أي دليل حقيقي. الفنانين وقتها اتحطوا قدام اختيار صعب ومؤلم: يا إما تتعاون مع لجان التحقيق وتشيب زمايلك زي ما عمل المخرج إيليا كازان، أو ترفض وتواجه دمارك المهني والنفي. الأسطورة تشارلي شابلن اضطر يسيب البلد، والكاتب العظيم دالتون ترامبو دخل السجن. ده كان جرح عميق جدا في تاريخ هوليوود، وأثره لسه موجود لحد النهاردة. وصلنا للجزء الثالث، تمرد هوليوودي جديد وصعود الصوت التقدمي. الصدمة الكبيرة اللي سابتها المقرفية مع التغيرات الاجتماعية العنيفة في الستينيات ولعت شرارة تمرد ثقافي جديد جوا صناعة السينما. عشان نفهم أكتر خلينا نقارن بين فيلمين. من ناحية عندنا فيلم القبعات الخضراء سنة 1968، بطل الفيلم هو جون وين، والفيلم ده وطني جدا وبيدعم حرب فيتنام، والبنتاجون نفسه ساعد في إنتاجه. ومن ناحية تانية خالص فيلم ماش سنة 1970، فيلم ساخر بينتقد الحرب والسلطة. دي كانت حرفياً حرب ثقافية بتحصل على شاشة السينما. الموجة الجديدة دي اللي اتعرفت باسم هوليوود الجديدة غيرت قواعد اللعبة. أفلام زي بوني وكلايد وإيزي رايدر كانت بتتحدى السلطة بشكل مباشر، بتتعاطف مع الخارجين عن القانون والمهمشين،
وبتعكس حالة الشك اللي كانت موجودة في البلد بسبب حرب فيتنام وفضيحة ووترجيت. في الفترة دي بالذات اترسخت هوية هوليوود الليبرالية التقدمية اللي نعرفها النهاردة. الجزء الرابع، الآلة السياسية الحديثة. يا ترى الحزب ده بيشتغل إزاي النهاردة؟ خلينا ننتقل بالزمن للحاضر ونشوف هوليوود إزاي اتحولت لآلة سياسية ليها وزنها وتأثيرها. اللي بنسميه حزب هوليوود هو طبعاً مش حزب رسمي ليه مقر، لكنه أشبه بتحالف قوي جداً بيجمع بين الاستديوهات الضخمة من ناحية والنقابات العمالية المؤثرة جداً من ناحية تانية، زي نقابة المخرجين والكتاب والممثلين. كلهم مع بعض بيمثلوا آلاف الفنانين والتقنيين، وبيشكلوا قوة سياسية واقتصادية ما يستهنش بيها أبداً. طيب، الآلة دي بتشتغل إزاي؟ جمع التبرعات هو واحد من أهم أسلحتها. المرشحين السياسيين وخصوصا من الحزب الديمقراطي بيعدوا على هوليوود في مرحلة أشبه بتجارب الأداء عشان ياخدوا الدعم المادي. مجرد الحصول على تأييد من كام نجم كبير وتنظيم حفل مليان نجوم ممكن يجمع ملايين الدولارات في ليلة واحدة. والأرقام بتتكلم بنفسها. يعني شوفوا المثال ده، في 2008 حفل واحد بس لجمع تبرعات لباراك أوباما استضافته باربرا سترايسند جمع لوحده 9 مليون دولار. الرقم ده أكبر بكتير من اللي بيقدر يجمعه أي مرشح جمهوري من هوليوود كلها. واضح جدا إن القوة المالية بتميل في اتجاه واحد. ودلوقتي وصلنا للجزء الأخير والأكثر إثارة للدهشة، المفارقة الجمهورية وأشهر سياسيين خرجوا من هوليوود. هنا القصة بتاخد منحنى غريب جدا، لأنه بالرغم من كل اللي قلناه عن هوية هوليوود الليبرالية، أنجح السياسيين اللي خرجوا من قلب الصناعة دي كانوا جمهوريين. خلينا نبص على الأسماء دي. رونالد ريغان اتحول من ممثل ورئيس نقابة الممثلين لحاكم ولاية وبعدين رئيس للولايات المتحدة. كلينت إيستوود أيقونة أفلام الويسترن بقى عمدة. وأرنولد شوارزنيجر نجم أفلام الأكشن بقى حاكم ولاية كاليفورنيا. إزاي ده ممكن يحصل؟ إيه التفسير؟ المفارقة دي بتكشف عن انقسام مثير جدا للتفكير. في زي خط فاصل بين الأيديولوجية الليبرالية اللي بتبان إنها جماعية في هوليوود وبين الصورة الجذابة للبطل الفردي القوي اللي هوليوود نفسها بتصنعه على الشاشة. وكأن الصورة اللي بتصدرها هوليوود للبطل المحافظ ممكن تكون أقوى سياسياً من المعتقدات الحقيقية للناس اللي شغالين في هوليوود. وده بيوصلنا للسؤال الأخير اللي هنسيبه مفتوح. كل ما الثقافة والسياسة بيتشابكوا أكتر وأكتر، هل ممكن في يوم من الأيام الخط الفاصل بين قصة هوليوود والقصة الأمريكية يختفي تماماً؟ سؤال مهم جداً ويستحق أن نتفكر فيه.